سرعة الموقع مش مجرد رفاهية، دي بتفرق جدا في ترتيبك على جوجل وتجربة المستخدم وحتى في المبيعات. في الفيديو ده هقول لك ازاي تزود سرعة موقعك بخطوات سهلة وبسيطة. رقم 1، استخدم استضافة سريعة وموثوقة. الاستضافة بتمثل العمود الفقري للموقع، لو استضافتك بطيئة كل حاجة هتتأثر. انصحك تدور على شركات استضافة بتقدم سرعة SSD وبتقدم دعم فني قوي. لو عايز تعرف في الاستضافة اللي انا بستخدمها اسألني في الكومنتات. رقم 2، استخدم كاشنج بلجنز. حاجات زي WP روكيت او لايت سبيد كاش بتقلل وقت تحميل الصفحات بشكل كبير. دي ادوات سهلة الاستخدام وبتعمل فرق واضح. رقم 3، قلل حجم صور الفيديوهات. الصور الكبيرة بتسبب بطء رهيب في الموقع. استخدم ادوات زي تايني PNG او ايمج فايل لتقليل حجم الصور بدون فقدان في الجودة. رقم 4، اختار سيم او قالب خفيف وسريع. مش كل القوالب زي بعض، قوالب خفيفة زي استرا او جنريت بريس ممتازة في الاداء. رقم 5، حسن CSS والجافا سكريبت. لو عندك اكواد كتيرة بتسبب بطء في الموقع استخدم ادوات زي اوتو اوبتمايز لتقليلها وضغطها. بمجرد تطبيق الخطوات دي هتحس بفرق رهيب في سرعة موقعك، وده هيأثر ايجابا في ترتيبك على جوجل ومعدل بقاء الزوار على موقعك. لو حابب تتعلم اكتر عن تحسين المواقع او عندك اي اسئلة سيب تعليق وانا هكون سعيد ارد على اسئلتك. اعمل لايك للفيديو وشاركه مع اصحابك اللي ممكن يستفيد. باي.